نور عيني. الطريقة اللي اتعرف بيها تامر حسني على منة شلبي في أول الفيلم هو إن كان في ناس بتعكسها وهو راح يضربهم، والدافع بتاعه إن هو كان يحمي واحدة، مش إن هو كان معجب بيها، لأنه كان لسه ما شافهاش. بس وهم في لبنان بتعدي واحدة مش بس بيعكسها لكن كمان بيتحرش بيها. هي طبعا اللقطة دي اتعملت لغرض الكوميديا، على أساس إنها كوميدية يعني، بس عملت عدم اتساق في الشخصية بتاعت تامر حسني. الخلية واللي بعت لنا الخطأ ده أسامة. المجرم بيقعد يزوغ منهم بالعربية وهما بيقعدوا يطاردوه طول المشهد لحد ما بيوصل في حتة صحراء وهم وراه، وبعد كده بيكمل وبيقرب على كليف. لو هنفترض ان هما من كتر المطاردات زنقوه بشكل ما لدرجة ان هو راح الحتة دي، ما كانش فيه مبرر ان هو يوصل لحد اخر الكليف. ايه اللي يخليه يروح هنا في حتة خطر؟ وكأنه راح هنا مخصوص علشان يزقوه ويفضل متعلق من العربية. يعني هيقعد يسرق البنك واحنا قاعدين نتفرج عليه ولا ايه؟ احنا ممكن نقطع النتورك يا فندم. لو قطعنا النت هتحصل مشاكل كتير مع العملاء. يعني هو ده منطقهم في ان هما ما يقفلوش النتورك؟ نسيبه يسرق فلوس العملاء وما نعملش مشاكل مع العملاء؟ على جثتي. قديم قوي رؤوف ده. ايه رؤوف؟ بص انت رؤوف اهو. انا ده المفروض ان هو ما يعرفش هو مين، ولا يعرف اسمه، ولا يعرف ان هو متجوز، ولا يعرف اي حاجة، لكن عرف احمد السقا. ده احمد السقا حرب كرموز واللي بعت لي الخطأ ده علشان يضغطوا عليهم. قرروا ان هم يقفلوا عليهم الميه، بس هم لسبب ما اكتفوش ان هم يقفلوا المحبس، وقرروا ان هم يحفروا ويكسروا الماسوره، مع ان كده لما المحبس اتقفل ما كانش فيه ميه برضه هتخش الاسم. اخر الرجال المحترمين في اول الفيلم بيوقفوا الشارع علشان يعدوا العيال. بعد ما العيال عدوا المفروض ان العربيات تطلع، واحد من اللي سايقين العربيات بيقول ان نور الشريف ما تخلصنا خليج نعمة. واللي خد باله من الخطأ ده وبعته لنا محمد الديب. عربية غدا عادل بتبقى واقفة في نص الشارع، فهم بييجوا يخبطوا فيها، فالعربية اللي هم ساحبينها واللي شايلة فيها الحاجات بتاعت مشروعهم بتفلت. لحد هنا حلو، لكن بشكل ما العربية بعد ما بتفلت بتكمل لقدام لوحدها، مع انها لو كملت لقدام هتخبط في عربيتهم هم، بس هي بشكل ما حاودت وطلعت من جنبهم. والعربية دي ما اكتفتش بكده، فضلت ماشية وحدها في الطريق بسرعة كبيرة، مع انهم كانوا ممكن يلحقوها، بس لسبب ما قرروا ان هم يوقفوا يبلموا. بعد كده بنلاقيها انها بتحول لوحدها وبتخش في السور الخشب وبتكسره وبتقتحم البلاج. جرافيتي هنا المفروض ان هو متشعلق من الحبل، وهي بتحاول تساعده وتنقذه وبتحاول تشده من الحبل، لكن هو بيقولها خلاص وبيضحي بنفسه علشان هي تنقذ نفسها وهو يموت. في الحقيقة المشهد ده مش منطقي، وكانت ممكن تنقذه بكل سهولة لو شدت الحزام. مش منطقي لأن مفيش أي حاجة بتشده لبره وتخليه ممكن يفلت منها، لا جاذبية ولا هوا. رائد الفضاء جاريت ريزمان بيقول إنها كانت ممكن تشد بصباحها حتى وتنقذه، فحكاية إن هو يقول لها سيبيني عشان تنقذ نفسها ويضحي بنفسه مش منطقي وملوش أي مبرر، وما ينفعش حتى نعتبر إن هو خطأ مقصود، لأن كان في طرق تانية كان ممكن يموت بيها ويضحي بنفسه برضه وهو بيموت علشان ينقذها هي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو دي أول مرة ليكوا هنا متنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.